تيجي في الجهاز الهضمي ازاي بقى؟ ان انا ممكن الشفتور، ممكن الفم يبقى فيه حساسيه، ممكن الحنجره ومنطقه الحلق نفسها يقول لك انا عندي ميل الحكه ومش قادر، وابتدي مش يعني يبقى حاسس ان زوره عايز يهرش فيه. نار تمام. نار. ممكن بعد كده يقول لك شايف يا دكتور مناخيري بقت عامله زي الفراولايه باول ما اكلت كذا. او بعد كده يقول لك في احيانا في الاطفال بقى ان هو ممكن يبقى عنده قيء مش معلوم السبب، خاصه فتره الرضاعه، طفل عمال عنده قيء ويلف على الدكاتره ويطلع انه عنده حساسيه طعام امه بتاكله، او تكون ام مثلا بتديله لبن. يطلع بحاجه ثانيه ان هو مثلا يجي الاكل طعام يوصل للمعده او الامعاء ويبتدي يعمل مغص، يعمل غازات. احيانا صوره نادره شويه ممكن تعمل نوع من النزف الغير مرئي وتعمل لي انيميا، يبقى هي سبب الانيميا الوحيد. او انها تروح على منطقه الحفاضه وتعمل حساسيه ما بتخفش خالص، ونقعد فتره لحد ما نوصل للتشخيص. يبقى ممكن حساسيه طعام سواء بكريمات سواء باي حاجه ما تظهر على حساسيه الحفاضه. بعد كده يعني حتى لو بنحاربها بكريمات معينه، الام في الفتره دي بتبقى بتحط كريمات عشان الحفاظ، بعضها ما بقاش فعال، بعضها. في برضه حالات نادره بقى. الحالات النادره ان ممكن تيجي في فوهه الامعاء من جوه القناه الهضميه فيها الغشاء المخاطي من جوه، ممكن ده يتخن يورم، فما يورم يسد المجرى فتلاقي فيه يجي له انسداد معه، ويدخل اوضه العمليات ويقول لك عنده انسداد معه، ويشيلوا المصارين، وبعد ما يشيلوها يبعتوها المعمل يقول لهم دي كانت حساسيه وما كانش المفروض تنشال. شوف ازاي؟ او ان الغطاء الخارجي للقناه الهضميه، الغشاء الخارجي يبتدي ينز ميه، ينز سوائل، ويبتدي يعمل استسقاء داخل البطن من حساسيه الطعام. او ان هو كل ده وهو لسه ايام وشهور ممكن او ان هو يبتدي يعمل تفاعل ويبتدي يضيع طبقه طلائيه البطانه بتاعت القناه الهضميه، ويحرم الطفل من امتصاص الطعام والغذاء.